السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص كده، النهاردة هنعمل كده بانيه اقتصادي او بانيه الشركات. بكيلو صدور فراخ بيضة بنعمل بيها حوالي 3-4 كيلو بانيه الشركات، بيعمل معانا كمية حلوة خالص وبيبقى يعني ايه، عايزه اقول لكم ان هو لما تكوني عامله مكرونه، عامله رز، سلطه، بيبقى جميل جدا جنبيها بطاطس محمره، بيبقى يعني ايه جميل جدا جنبيها. وطبعا وجبه وتعدي او يوم ويعدي. تمام. يلا بينا كده، انا هبدأ اجهز المكونات بتاعتي واوريها لكم. هتكون يعني ايه مكونات خفيفة وبسيطة عليكم. يلا كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا هنا كده يا حبايبي عندي كيلو ونص من البطاطس المسلوقة، وبهرسها بمعلقة، بشوكة، بهراسة، زي ما يكون عندك. تمام. وعندي هنا كيلو صدور فراخ، اللي عايز يعمل بنص ممكن، واللي عايز يعمل بربع ممكن، على قد ايه الامكانيات. عندي فيجيتار، وعندي توابل او بهارات بانيه، وعندي مكعبات مرق، و3-4 معالق من النشا، وبصل بودر، ومعلقتين 2 من اللبن البودرة، واحط عليهم معلقتين تاني. ويلا كده انا ايه هنا بهرس البطاطس. انا جايبه معلقه او كبشه كبيره مخرمه او مفتحه كده من في النص، بحيث ان ايه البطاطس اللي بتنعم بتطلع منها زي ما انتوا كده شايفين. هقعد يعني ايه اقلب واهرس فيها لحد ما تبقى حته عجينه واحده وناعمه، متبانش معايا في البانيه اللي انا بعمله. زي ما انتوا كده شايفين، هحط بعد كده ايه الفراخ بتاعتي واقلبها. النشا، بالنسبة للنشا علشان محدش يقول ليه النشا هي اللي هتمسك الفراخ دي وتمسك القوام بتاع البانيه والبطاطس مع بعض. انا كده نزلت هنا بالفراخ مع البطاطس، وهقلبها كويس. واخلي البطاطس والفراخ يعني ايه تتخلط على بعضيها كويس. والله ما عارفه ليه يا جماعه انا مش مجمعه. الحمد لله. هقلب الفراخ والبطاطس كويس، وبعد كده هنزل بالبهارات بتاعتي. النشا بتخلي القوام بتاع البانيه يتماسك. اول ما تدخل النار تتماسك، ما تبقاش يعني. مره عملتها من غير نشا، كانت عامله زي البطاطس، طريه وما كانتش متماسكه مع بعضيها. وانا هاجي هنا ايه يعني ايه بحط التوابل بتاعتي كلها كده، هنزل بيها، وهحط عليها من معلقتين الرز الكبيرة، هحط معلقتين بابريكا، واحط ايه نص معلقة فلفل اسود. مش هعمل اي حاجة تاني غير كده، يعني مش هحط فيها اي حاجة تاني. والملح ما حطيتش ليه؟ لان الفيجيتار مالح، فيه ملح، وتوابل البانيه فيها ملح، والمرقة الفورية برضو فيها ملح. والمرقة الفورية محدش يكتر منها لان بتعطي مرارة في البانيه. السر في كده مش عارفة. طب ليه مرارة؟ برضو مش عارفة. هنقلب كل المكونات على بعضيها لحد ما تتماسك وتبقى عجينة واحدة، وبعد كده هعجنها كويس واكورها واوريها لكم. زي ما انتوا كده شايفين البهارات بتاعتي كلها حطيتها، وهجيب معلقتين بس اللي هي البابريكا، وانزل بيها، ونص معلقة فلفل اسود بس، مش هعمل اكتر من كده، ولو مش هحط حاجة تاني اكتر من كده. اهو بصوا، ادي معلقتين البابريكا اللي انا بنزل بيهم. بصوا كده يا حبايبي، هنا انا حطيت البابريكا، وبعد كده رحت حطيت نص او ربع معلقة فلفل اسود، على حسبك انت يعني، على حسب ما انت تحبي تحطي قد ايه في التوابل وكده.
تمام. واقلب تقليبه كويسه زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هسحب الكبشه اللي في ايدي دي واروح عجنه بايدي، عجنه كويسه لحد ما تبقى عجينه متماسكه كده وحلوه، وعجينه ناعمه ما يكونش فيها كتل من البطاطس، على اساس ان انت لما تيجي تقليها ما البطاطس معاكي ما تظهرش. وانا هنا نزلت بمعلقتين اللبن، وهجيب معلقتين تاني. اللبن هنا بيفتح لي البانيه، ما بيخلوش معايا مغمق وكده، بيخليه عجينة فاتحة او حبة البانيه فاتحة كده وشكلها جميل. وفي نفس الوقت اللي حابب بعد كده، انا بصوا هنا، انا هنا خلصت العجن، وبعد ما عجنتها عجنة كويسة رحت عملتها زي ما انتوا كده شايفين كور، وحطيتها في طبق. دي مكان ما كنت حاطه في الطبق اللي فيه التوابل دي نشا وكده، حبيت ان انا امشيها كده بالمعلقه، واخد حته كده، معلقه ولا كبشه بايدك ولا اي حاجه، وتعمليها. حابه ان انتي تحط حبه لبن في طبق وتبلي صوابعك بيها وتقطعي البانيه مفيش مشكله. حابه تعملي مرقه فوريه وتبلي وتبلي ايدك بيها وتقطعي بيها البانيه مفيش برضو مشكله. هنا هو يعني حجم هنا البانيه اللي انا عملته زي ما انتوا كده شايفين، هقطعه كله بالحجم ده، او لو حبة كبر مني مش مشكلة، ده انت ايه يعني حريتك في التقطيعة دي. في ناس بتعمله مدور وبيبقى شكله جميل جدا. وزي ما قلنا كده يا حبايبي، النشا اللي هي بتخلي حبة البانيه ما تطرش معاكي. زي ما انتوا كده شايفين، انا هنا كان في حبة مواعين وانا واقفة، قلت ايه اشطبهم علشان مفيش مواعين عندي تتكون زي ما انتوا كده شايفين. وهنا رحت بعد ما غسلت المواعين جبت البقسماط الخشن ده، او هو شبيه كده الكورن الفليكس وكده. آه زي ما انتوا كده شايفين اهو، هتبل كله بالطريقة دي. وبعد كده هوريكم بعد ما اخلص واتبل واقطع البانيه بتاعي كله، وبعد كده هتبله في البقسماط زي كده، بقسماط خشن اهو. وفعلا لما بينزل الزيت بيبقى عاطة يعني طعم جميل، وفي نفس الوقت بيبقى مقرمش. زي ما انتوا كده شايفين كده البانيه كله اللي انا مقطعاه بالمنظر ده كده. دي الكمية كلها اللي انا عملتها. عملت بتاع يعني اقطع البانيه واتبله واروح رصاه ويخلص الدرج كله، واروح حاطه ايه عليه اكياس، بحيث ان انا لما بعد كده يتفرز واجي المه ما يشبكش في بعضه، واروح حاطه اكياس وافرش بعد كده الرصه التانية. عملتهم على 3 رصات بالكياس، يعني احط اكياس واكمل وقفل الكمية كلها الصف كله، وبعد كده في الصف التاني. بعد كده حطيت كام واحدة لان ما كانش كامل. ويعني الكمية دي كلها صفت لي حوالي 4 كيلو ونص من كيلو ايه، من كيلو البانيه. وزي ما انتوا كده شايفين انا كده هفرزه، مش هعمل اي حاجة تاني. وبعد كده اي حد يحب يستخدم ولا يقلي على طول، يعمل مثلا مكرونة او سلطة، وبعد كده يستخدم على طول البانيه ده ويحمر منه، وكويس اوي جميل جدا وطعمه حلو. وفي نفس الوقت يوم ويعدي وانجاز في وجبة من الوجبات لما يكون يعني ايه ما عملاش اكل وكده، وبتطلع طعمها جميل جدا. وفي نفس الوقت يعني لو في البيت فيه اطفال وكده هي يحبوا الاكلات السريعة وكده يعني. زي ما انتوا كده شايفين بدأ بالرسمة اللي انا عملته. ممكن تكون حبة فلتت مني كبيرة، حبة طلعت صغيرة، بس مش مشكلة. احسن ما تروح تشتريه من بره وانت مش ضامنة دي ايه بالظبط، ولا لحمة ايه، ولا معمول ازاي وكيف، ومواعينك اللي انت بتستخدميها بتاعت بره هل نظيفة زي ما بنشوف وبينزلوا المصانع والمحلات بتاعت بره. والسلام عليكم.